السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين ومكملين في سلسلة مخبوزات العيد. النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز العيد الاقتصادي بطعم يجنن ومن غير كمان تكلفة كبيرة. الفيديو ده هنعمل مع بعض كوكيز سهل وسريع ومكوناته كلها موجودة في البيت، وهتعملي كمان كمية حلوة تكفي العيلة كلها للعيد. بس علشان تاخدي المواصفات والمقادير مظبوط تابعي الفيديو للنهاية، ولو لسه مش مشتركة في القناة أنا سمر ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. عندي المكونات اللي موجودة معايا، عندي هنا نص كوباية من السمنة وعليها نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت. ممكن تعملي كل الكمية زيت وكل أو الكمية كلها سمنة براحتك، بس الميكس ده طعمه حلو جدا وبيبقى فيه طعم غني شوية غير لما يبقى بالزيت بس. وعندي كوباية من السكر البودرة، وهبتدي أضرب بالمضرب. طبعا خدوا بالكم إن القوام مش هيبقى سميك، بالعكس هو هيبقى سائل. قلبي كل المكونات دي كويس جدا، انا بس عايزه السكر يدوب تماما. هو كده كده مش هيتماسك، انا بس عايزه السكر يدوب تماما علشان ما يبقاش مخرز معايا في الكوكيز. طبعا الوصفه دي اقتصاديه جدا، انت ممكن تستخدمي سمنه بس وممكن تستخدمي زيت بس، فليكي حريه الاختيار. بعد ما السكر يدوب معايا تماما انا هستخدم 2 بيضه بحراره الغرفه. تمام، يعني لو كانوا في التلاجة طلعيهم قبليها بساعتين او 3. وبعد كده هنزل بيهم على الخليط اللي احنا شايفينه ده. بعد كده رشة فانيليا ورشة ملح، وقلبي كل المكونات دي كويس. البيض هيخلي القوام شوية يتقل معانا، فهيبقى قوامه كريمي شوية. هنضرب كويس كده لغاية ما البيض والسكر والمكونات كلها تمتزج مع بعض كويس. بعد كده طبعا أول ما القوام بيتمسك شوية معايا زي ما انتوا شايفين القوام لما ضفنا البيض القوام تقل معانا. بعد كده هنا هبتدي في المرحلة دي أنزل عليهم بالدقيق. الدقيق هنا هنزل عليه بالتدريج مش مرة واحدة علشان اخد نتيجة حلوة وكويسة. هستخدم هنا 2.5 كوباية من الدقيق وهنزل بالتدريج. وطبعا أنا العجينة هنا هقسمها 2، جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة. طبعا هقلب كل الدقيق كويس مع بعض، وبعد كده هبتدي أقسم العجينة. يعني زي ما انتوا شايفين العجينة أنا بس يدوب كده بلم بيها المكونات مع بعض. النواعم عامة يا جماعة ما فيهاش عك، هي بس إن احنا بنلم العجينة مش أكتر. بعد كده هستخدم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، اللي هي ممكن تستخدمي بتاعة المطبخ بس الأفضل لو انت عندك بتاعة الحلويات. بعد كده هقلب اللي انتوا شايفينه المكونات، وبعد كده هقسم العجينة الاتنين. زي ما قلت أنا هاخد منها جزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا. بس زي ما انتوا شايفين كده انا لميت العجين كله على بعضه، وهبتدي اقسم بقى اخد بالنص. انت لو انت حباها كلها تبقى بالفانيليا تمام، حابه كلها الكميه تبقى بالكاكاو تمام. هنا انا هضيف معلقه كبيره من النشا للجزء اللي انا هعمله بالفانيليا، بيديه طعم هشاشه وبيخليه هش كده ودايب وناعم، وفي نفس الوقت بيديله قرمشه حلوه. بعد كده هنزل بكميه الدقيق لغايه ما تديني قوام العجينه متماسك، لا هو سايل بيلزق في ايدي ولا هو العجينة تكون سميكة فيبقى بيشقق معانا. زي ما انتوا شايفين بنزل شوية شوية بالدقيق علشان خاطر ما اخدش العجينة تبقى سميكة خالص معايا، علشان يديني نتيجة مظبوطة بالملي. فدي خطوة مهمة جدا ان الدقيق ما ننزلش بيه مرة واحدة، علشان ممكن ما نستخدمش كل الكمية. طبعا انا هنا شايفين العجينة كده بالنسبة لي كانت حلوة جدا. هبتدي اشكلها واشوفها ان هي هتتشكل معايا بسهولة ولا هتلزق معايا. زي ما انتوا شايفين ما بتلزقش في ايدي ولا اي حاجة، والعجينة طرية وحلوة جدا. تعالوا بقى نعجن اللي هي بالشوكولاتة. انا هضيف عليها آه الكاكاو. طبعا احنا العجينة سايلة، فهنضيف لها 2 معلقة كبار من الكاكاو، وهنزل عليها برضو بالدقيق لغاية ما تديني عجينة متماسكة وحلوة. لو انت عايزة تدي طعم حلو وغني للكوكيز ممكن تخلطي مع العجينة شوكولات شيبس وتعجنيهم بيها، او ممكن تزيني بيها الشوكولات شيبس تزيني بيها الكوكيز من فوق بس. فدي حاجة ترجع لك انت. زي ما انتوا شايفين انا بضيف للكاكاو شوية من الدقيق علشان ابتدي الم بيه العجينة. وبعد ما خلصنا عجن زي ما انتوا شايفين ادي العجينة حلوة وطرية في ايديا، وهبتدي اشكل بيها الكوكيز.
طبعًا هنا هنبتدي نشكِّل، زي ما قُلت لو أنتِ حابة تدّي طعم غني للكوكيز ممكن تجيبي الشوكليت شيبس تعجني بيه العجينة، لو أنتِ حابة إن يكون اقتصادي يبقى طعم بس الشوكليت شيبس من فوق بس، هنزيّن بيه زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. طبعًا هنخلّص كل الكمية الموجودة معانا من تشكيل الكوكيز، علشان تسويه ويطلع معاكِ بتسوية حلوة، أولًا بنسخّن الفرن قبلها بنُص ساعة، وبعد كده على نار متوسطة على الشبكة في النُص، ونبتدي ندخّل عليها، وده لتسوية أي نواعم بتستخدميها، بتبقى الفرن مسخّنة قبلها بنُص ساعة، وبعد كده هادخل على نار متوسطة مايلة للهادية، يعني هادخّل المكونات دي على نار متوسطة مايلة للهادية، أخلّص كل الكمية الموجودة معايا وأدخّلها الفرن، بتاخد في الفرن حوالي من يعني تقريبًا 15 دقيقة، مش بياخد وقت كتير علشان التسوية، طبعًا بتختلف من درجة الحرارة بتاعة من فرن للتانية. وده خلّصنا كل الشكل ده، وده بعد ما خرج من الفرن، شايفين؟ طبعًا أهم حاجة أنتِ وبتشكّلي ما تكبّريش حجم العجينة، علشان هي طبعًا إحنا حاطين baking powder وbaking soda فهتخلّيها الكمية تزيد معاكِ، فإحنا بنقطّعها قطع صغيّرة جدًا زي ما أنتم شايفين القوام بتاعها، اللهم بارك متماسكة ولونها خطير وتسويتها حلوة جدًا، شايفين التسوية؟ ولونها دهبي وما شاء الله يعني حاجات بسيطة كده وعملنا أحلى صنف حلو للعيد تقدميه وتفرحي بيه أولادك، ولو وصلتِ معايا لنهاية الفيديو متنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، سلام عليكم.